إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، وبالتالي هذا بينعكس على أسواق البيع اللي شهدت ارتفاع كبير جدا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الفترة الماضية. هذه الأسئلة ونقاط أخرى كثيرة نطرحها من خلال لقائنا بالدكتور شادي أبو الحسن، مستشار الرعاية الطبية لعدد من الشركات الإنتاج الحيواني العملاقة في مصر، ودكتوراه في العلوم الفيروسية. أهلا بك يا دكتور معنا. أهلا وسهلا بك يا فندم. احنا حضرتك طيبة وبالسادة المشاهدين. طبعا الثروة الحيوانية هي بتعتبر خط أحمر بالنسبة للشعب المصري، وهي قضية أمن غذائي، خاصة اللحوم البيضاء، لأن طبعا أسعارها بتبقى قريبة من إمكانيات كتير جدا من الشعب المصري، إلا أن في الفترة الأخيرة اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج لانتشار الأوبئة اللي قضت على نسبة كبيرة جدا من هذه الثروة. كلام كتير جدا أثاره المربين وأصحاب المزارع، عدم توفر الرعاية الطبية، عدم وجود الأمصال المفروض أنها بتبقى متوفرة لدى مديريات الطب البيطري للوقاية ومكافحة هذه الأوبئة. بصفة عامة وأنت عامل بالمجال، ايه اهم الاوبئه والامراض اللي انتشرت في الفتره الاخيره واثرت سلبا على معدلات انتاج الثروه الحيوانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا بصفه عامه مناخ الاستثمار في مصر بيشهد مشاكل كثيره جدا في جميع المجالات تقريبا، ولكن طبعا بسبب الحاله السياسيه والوضع السياسي للبلد، ولكن قطاع الانتاج الحيواني بصفه عامه بيمر بمشاكل خطيره جدا. أهمها زي ما سيادتك تفضلتي موضوع الأوبئة والأمراض. أوبئة وأمراض كثيرة جدا انتشرت في أو ظهرت في الصورة في مصر في الفترة اللي فاتت، زي مرض إنفلونزا الطيور، زي الالتهاب الشعبي، زي إنفلونزا الخنازير، زي الحمى القلعية، زي حمى الوادي المتصدع، زي طاعون الأغنام، زي الساركوسيست اللي هي الحواصلات اللي هي بتبقى موجودة في اللحمة، في أمراض كثيرة خالص. هل الأمراض والأوبئة دي كانت موجودة قبل كده ولا احنا بنشهدها لأول مرة؟ هي حضرتك في منها، هي معظمها كانت موجودة قبل كده في عصور سابقة، في عهود سابقة من مئات السنوات، ولكن وهل شهدت تطور وهل شهدت انتشارا عن ما قبل؟ بترجع طبعا تاني، ممكن ترجع في نفس الصورة اللي كانت عليها أو بترجع في صورة أخرى متحورة، ممكن تكون بنفس القوة، ممكن تكون بصورة أقوى. طب هل استمرارها وتحورها وانتشارها بهذا الشكل يرجع لعدم توفر عوامل المكافحة اللازمة لها خلال الفترات السابقة؟ بالظبط. يعني احنا عايزين نحط ايدينا على المشكلة. توطن هذه الأمراض والأوبئة في مصر وإصابة الثروة الحيوانية بها لهذه الدرجة يرجع لإيه؟ هل عدم وجود خطة مكافحة تكفي وتضمن القضاء عليها؟ هي طبعا سيادتك الذي يؤدي إلى تفاقم الأمراض والأوبئة بهذا الشكل هي عدة عوامل. أهم هذه العوامل هنذكرها يعني دلوقتي فكرة الحرب البيولوجية. كلنا بنسمع عن موضوع الحرب البيولوجية ده، إن هو الحرب ما عادتش تقليدية زي زمان تبعت جنود ومعدات وكده، لا دلوقتي بتبعت فيروسات أو بكتيريا أنواع معينة طبعا بتقوم بالمهمة بدون أي حاجة، إن أنت بتأثر على الإنتاج الحيواني، بتقضي على الثروة الحيوانية، وبالتالي بتأثر على اقتصاد البلد، فالبلد بتقع بمنتهى السهولة بدون حرب أو كده. فدي الفكرة دي طبعا أحد الأسباب الواردة. في حاجة تانية اللي هي موضوع الرقابة اللي بتتم على اللحوم المستوردة أو الحيوانات الحية، اللحوم المستوردة المجمدة والمبردة من الخارج. طبعا الإجراءات اللي بتتم في المواني وفي الحجر البيطري غير كافية. الاختبارات اللي بيتم الكشف اللي بتتم يعني في الحجر البيطري عشان الكشف عن الأمراض دي بتكون غير كافية. حضرتك ممكن بتعملي مثلا تحاليل ضد 100 مرض، ولكن في آلاف من الأمراض الأخرى ممكن تدخل
الى البلد بدون ما حد ياخد باله. في نقطه تانية ان انت دي نقطه جوهريه برضو، ازاي احنا نقدر نوفر وسائل الكشف اللي فعلا تضمن عدم دخول اي من الامراض دي رغم تعددها وتنوعها. طبعا مهم جدا. كلما اكثرنا من عدد الاختبارات، وكلما حدثنا الاجهزه بتاعت الكشف، وكلما حدثنا المعدات اللي بيتم استخدامها في موضوع الكشف، وكلما حدثنا افكار الاطباء نفسهم اللي بيقوموا بالكشف وبعتناهم بره في ندوات وفي محاضرات وورش عمل يشوفوا ايه الجديد، ويشوفوا ايه الجديد في الامراض وايه طرق التشخيص الحديثه. في نقطه مهمه كمان، ان اهميه موضوع التحديث ده في ان الفيروس ممكن بيجي لحضرتك بس بصوره متحوره. فانت ممكن حضرتك بتعملي تحليل ضد فيروس انفلونزا الطيور مثلا في حاجه جايه لك من بره، او في الحمى القلعيه مثلا، ولكن فيروس متحور، فحضرتك بيطلع لك النتيجه سلبيه، واللحوم بتدخل وبتستهلك وهي فيها فيروس ولكن بصوره متحوره. فدي نقطه مهمه كمان قوي، ان اساسا احنا ما عندناش وزاره انتاج حيواني في مصر. يعني هي عباره عن هيئه تابعه لوزاره الزراعه. طبعا في اوروبا وفي امريكا او في اي دوله متحضره الاكل والشرب دول اهم حاجه، فلذلك بيعتبروا الطبيب البيطري دي حاجه مهمه جدا عندهم، لان هو بيقوم بالكشف عن اكلهم وعن شربهم وعن. طب ودور مديريه الطب البيطري؟ مديريه الطب البيطري برضه لما هيبقى الموضوع فيه تفرغ اكتر ويبقى فيه وزاره للانتاج الحيواني، مهمتها طبعا ان هي تبقى تفرض بقى الرقابه على الكلام ده، وتفعل من دور الحاجه. يعني حضرتك بتقترح ان الطب البيطري ينفصل عن وزاره الزراعه ويكون وزاره قائمه بذاتها مهمتها هي الرعايه البيطريه للثروه الحيوانيه. طبعا بالاضافه موضوع المستوردين طبعا عشان يحققوا اعلى عائد او اعلى مكاسب، فبيستوردوا حاجات طبعا بتكون تاريخ الصلاحيه بتاعها قريب او منتهيه الصلاحيه، او مثلا درجه ثالثه او درجه رابعه او يعني ساعات درجه 10. تشديد الرقابه على الواردات. طبعا نقطه كمان هي غياب الوعي المجتمعي. المجتمع نفسه بيربي حيوانات وطيور في السطوح، وبيربوا المزرعه بتبقى في وسط البيوت، فلما بيبقى في مرض في المزرعه بينتشر في الجو المحيط، فبيحصل ان الجو كله بيبقى ملوث بالميكروبات، فبتتفاقم المشكله، بتتفاقم بصوره كبيره. دور الدوله بقى في الموضوع. احنا يمكن اكتر مش هنتكلم عن التربيه المنزليه، احنا هنتكلم عن المشروعات الاستثماريه الكبيره اللي بتؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري، ولكن اسمح لنا نتوقف عند هذه النقطه ونخرج لفاصل ثم نعود ونستكمل حوارنا. فاصل مشاهدينا ونعود ونستكمل حوار حلقتنا النهارده. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود ونستكمل حوارنا حول الثروة الحيوانية في مصر، كيف يمكن أن ننميها ونحافظ عليها، وحوارنا مستمر مع ضيفنا الدكتور شادي أبو الحسن. دكتور شادي، كنا توقفنا عند جزئية التربية المنزلية، ويمكن التربية المنزلية مش عايزين نتكلم عنها لأنها برضو قضية كبيرة ولها بعد اجتماعي، لكن احنا عايزين نتكلم عن المستثمرين اللي فعلا عندهم مزارع وتأثروا بشكل كبير جدا في الفترة الماضية نتيجة لانتشار هذه الأوبئة والأمراض. عايزين نخاطبهم ونكلمهم ازاي يمكن صاحب المزرعة ياخد الاحتياطات الصحية للحفاظ على الثروة الحيوانية اللي بيقوم بإنتاجها. تمام.